السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ظهور اسم كيليان مبابي في غرف ملابس ريال مدريد. فيديو مسرب أربك حسابات باريس. عزيزي المشاهد، ألم ينتابك الضجر وربما الغضب والسخط من قضايا كيليان مبابي وريال مدريد؟ هل سيمدد مع باريس سان جيرمان أو سينتقل إلى ريال مدريد؟ هل يأخذ أموالا إضافية؟ وهل تسبب برحيل نيمار كي يبقى في الفريق؟ لا أحد حرفيا يعلم شيئا عن كيليان مبابي سوى كيليان مبابي نفسه. المحررون الصحفيون انتابهم التعب، والمدراء الرياضيون كذلك، وحتى عشاق كيليان. لكن مبابي نفسه مرتاح وعاد للعب مع ناديه، وكأنه في حالة معزولة عن كل ما يجري حوله. حتى مقدم برنامج الشيرينغيتو الشهير جوزيف بيدريرول، الذي كان يخرج كل يوم بمعلومة مفصلة ودقيقة، يجد اليوم رتابة في طرحه ولا يملك معلومات شافية عن قدوم كيليان. بعد اتفاق مبابي والإخلافي على رجوع اللاعب إلى التمارين، صرح الإعلامي أن مبابي سيأتي الموسم القادم، وها هو من جديد يصرح أن مبابي قد يوقع في آخر أيام الميركاتو. ألم يشعر بالملل هذا الصحفي أو من ينقلون أخباره؟ ألم يشعر كيليان نفسه بأنه أطال إعلان قراره وانتقاله؟ صحيح أنه في كل يوم يظهر لنا رأي ورأي آخر، لكن الجديد على الساحة المدريدية هو أمر مختلف كليا، أمر حرك المياه الراكدة والرتيبة والمليئة بالشائعات بشكل غير مسبوق. تسريب فيديو غريب ومريب من داخل غرف ملابس ريال مدريد لهذا الموسم يظهر اسم كيليان مبابي. كيف وصل اسم كيليان إلى داخل غرف عمليات ريال مدريد قبل المباريات؟ هل يخطط كارلو في استراتيجياته للأسابيع المقبلة على الاعتماد عليه؟ هل يعلم اللاعبون ما لا نعلمه نحن طوال أشهر لا بل أعوام على هذه الدراما؟ ولماذا يتواجد اسم لاعب لم يوقع بعد لريال مدريد في غرف ملابس الفريق؟ هل ذلك يعني أن اللاعب وقع بالفعل، أو أن هناك اتفاقا ضمني بعدم الإعلان؟ نترككم مع الفيديو ثم نعيدكم بالحقيقة كاملة دون تزييف أي من البرامج الإسبانية أو صحف مدريد أو حتى الصحف الفرنسية، لأن قضية مبابي زادت عن حدها لدى جمهور كرة القدم. كما شاهدتم هذا المقطع، يظهر في أعلى يمين الشاشة شعار ريال مدريد، لكن بالتدقيق يبدو أن الشعار مزيف تماما، وهو يعتمد فقط على الشكل الخارجي ليوهم الناظرين أنه شعار الميرينغي. ومع التعمق أكثر في الفيديو نرى اسم مبابي على يسار الشاشة، كما وأنه بالفعل حصل على خزانة خاصة به في غرف الملابس شأنه شأن زملائه. لكن ماذا عن يمين الشاشة التي يطلبون منا مسحها للولوج إلى موقع آخر؟ منذ متى يتواجد في غرف الملابس رموز خاصة للمسح؟ الفيديو بالتأكيد مفبرك، هذا لا شك منه، لكن من فبركه اعتمد سياسة تسويقية رهيبة. فبعد مسح الرمز يتبين أنه محل ملابس رياضية صغير جدا، اعتمد سياسة ذكية جدا للحصول على زوار إلى متجره عبر استغلال اسم كيليان مبابي في غرف الملابس. لا تصدقوا كل ما تشاهدونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي. لا يعرف حقيقة كيليان مبابي إلا كيليان مبابي نفسه.